السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بقى ده وقتها، وقت شهر واحد نعمل فيها بقى المفتقة أو الحلبة المعقودة. بصوا تحفة بجد بجد، بتبقى حلوة بقى، وبالذات لما بتبقي عاملاها مظبوطة ولا مزودة مقادير ولا مقللة مقادير. صلي على الحبيب وتعالي شوفي عملنا الجمال ده ازاي. سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أنا هعمل 2 كيلو من العسل، هحط لهم نص كوباية من الزيت، ويكون نوع زيت كويس علشان خاطر ما يغيرش من طعمها. هحط لهم كوباية كمان من السوداني، وانا جايبة السوداني متحمص، يعني هديله بس تقلبتين كده في الزيت. هنا كمان صلي على الحبيب وانزلي بكوباية من السمسم. وانا يا جماعة بحب اجيب الحاجة تبقى متحمصة، ما بتاخدش وقت معايا. وهنفضل نقلب كده، واهم حاجة التقليب، واوعي الحاجة تتلدع منك او تتحرق منك، طبعا على نار متوسط. وهنا بقى يا جماعة مع احترامي للجميع، وانا بحب اعملها بطريقتي وكل شيخ وليه طريقة. طب هعمل ايه؟ انا ما بحبش احط لها الحلبة المطحونة، انا بحب اجيب مغاط واعملها بالمغاط، وطبعا بيبقى طعمها رايح في حتة تانية خالص، ولا بيبقى لها ريحة ولا بيبقى لها طعم كده فيه مرارة ولا اي حاجة خالص. على الاتنين كيلو بنزل بايه؟ باربع معالق من المغاط مع التقليب كده زي ما انتوا شايفين. تفضلي تقلبي، اهم حاجة التقليب علشان خاطر زي ما قلنا الحاجة ولا تتحرق منك ولا تتلدع منك. نزلنا كده بالمغاط وقلبناه زي ما انتوا شايفين. وطبعا اللي عايز يحط التحويجة اللي العطار بيديها له يحطها، هو كل واحد طبعا وطريقته. هنزل برضو باربع معالق من الدقيق بمعلقة الاكل اللي احنا بناكل بيها الرز. تمام، ايوه تمام. صلي بقى على الحبيب المصطفى سيدنا محمد، وابتدي قلبي كل ده ودخليه كله في قلب بعض. ويلا بينا هنا بقى ننزل بالعسل الاسود بتاعنا. والعسل الاسود انا بجيبه من نص الميدان عندنا من المنشية، من المستودع بتاع العسل. وهنا بعد ما حطينا الاتنين كيلو عسل لازم نديله تقلبتين كده، ونسيبه بقى على نار متوسطة مش نار عالية. لازم ياخد له اول غلوة كده، غلواية واحدة مش اكتر. وهنا بقى كده صلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وابتدى العسل يغلي معايا. هستنى اول ما يغلي كله كده، الوش كله يبتدي يغلي، وهطفي على طول. هنا بقى كده اللهم بارك، مش قادرة اقول لكم، بصوا لونها الجميل بجد، والريحة بتاعتها عظمة على عظمة. بصوا جربوها بالمغاط بجد بتروح معاكي في حتة تانية خالص. في ناس بتحط المغاط وتحط برضو التحويجة بتاعتها، فكل واحد طبعا على حسب ما بيحب وعلى حسب هو بيهوى ايه. هنا بقى كده اللهم بارك. ولو لسه ما عملتهاش يلا هاتي بقى مكوناتها واعمليها، حتى لو بكيلو عسل واحد. بجد تحفة تحفة. ومش قادرة اقول لكم بقى السندوتشات بقى عاملة ازاي في العيش الفينو بالذات، بقى بنتعشى بيها بجد بجد. حاجة حلوة قوي قوي للولاد. للولاد بقى يعني الناس اللي بتحبها، انا من عشاقها، وعندي بنتي برضو بتحبها جدا. فجربوها، طريقتها سهلة وبسيطة، واعمليها بطريقتي وان شاء الله مش هتندمي، وان شاء الله تعجبك. ويا رب اكون عند حسن ظنكم. بحبكم في الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.